ضربة خطأ ضد زيد كروش. سيد فتاح، صلاح الدين عقال، سيد فتاح ممتاز. سيد فتاح حتى الآن لعب لقاء كبير على مستوى خط الوسط الدفاعي. هاشمي جمال، خطيرة هدف لدفاع فريق الرجاء. ما كانوش ينتظروا خط دفاع فريق المغرب التواني هذا المحاولة، فاجئوه بهدف وفرحة لا توصف في مدرجات أنصار فريق الرجاء البيضاوي بهدف الأول للاعب الحافظي. غادي نشاهدوا بالعرض البطيء هاشمي كيفاش رفع الكرة للاعب الحافظي الذي كان حرا طليقا، ولكن تمريرة كيفاش هز الكرة اللاعب الهاشمي طريقة جميلة جدا. ما لقاش الحافظي أي صعوبة في إيصال الكرة إلى شباك الحارس بالمعلم. لاحظنا الرجل اليمنى ديال بالمعلم تلاقات مع الرجل ديال زهير نعيم. الحكم يعقوبي هو اللي كان قريب من العمليه وتي يعلن على ضربه جزاء لفائد فريق المغرب التطواني. في التنفيذ هناك زهير نعيم وجها لوجه امام خالد العسكري. زهير نعيم هداف البطولة الوطنية. ضربة جزاء لفريق المغرب التطواني. يستعيد زهير نعيم لتنفيذ ضربة جزاء، ينفذ ويضيع وفرحة أخرى لأنصار فريق رجاء. تضيع هذه المحاولة وكانت المتابعة جيدة من طرف العسكري، لأن زهير نعيم بغى يرمي كرة تدور منوي، لكن فيفيان مابيدي ما تبعش الكرة ديال زكريا الهاشمي. سوء تفاهم. ولد الحاج الهردومي، عبد المولى الهردومي تقلب على سليمان ولد الحاج. صعيبة على الهردومي. هذه محاولة الهردومي شد هدف تعادل ديال الفريق المغربي التطواني. سوء تفاهم في الدفاع تيخلي الهردومي اللي يتبع كورتو باش يسجل هدف التعادل. فرحة لا توصف لفائد فريق المغرب التطواني بهذا الهدف الذي أتى بشق الأنفس. أن فريق الرجاء لحد الآن كان قوي. لاحظوا الخطأ ديال الهاشمي والمتابعة ديال عبد المولى الهردومي الذي يسجل. خطأ ديال زكريا الهاشمي اللي قائم بلقاء، لكن المتابعة للذكي اللي كانت كيف المتابعة ديال هذه الكرة وتسجل هدف التعادل الذي أفاق شيئا ما أنصار فريق المغرب التطواني، لأنهم كانوا حاسين بصعوبة اللقاء، حاسين بقوة الوصيف فريق رجاء البيضاوي اللي كان سد